كده محدش يتكلم فيه خالص من الناس اللي هي موجوده زمايلنا على اليوتيوب او زمايلنا على الفيسبوك. الاعلام بتاعنا ده انا عايز اعرف هو اهلاوي ولا زملكاوي؟ ده سؤال جديد عمر ما حد اتكلم فيه، فيا ريتك توضحه لنا يا كابتن. والله يا اسلام، انت لو سالت حد من جمهور الزمالك او حتى ممكن من جمهور الاهلي قلت له الاعلام اهلاوي ولا زملكاوي هيقول لك الاعلام اهلاوي. ده بسبب الكذب اللي بيردده جمهور الزمالك على طول. في مثل جميل، مقوله قديمه بتقول لك اكذب 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 لحد ما الناس تصدقك، لحد ما الكذب هيبقى حقيقه. فجمهور الزمالك شاطر في الحته ديت من ساعه تاسيس الزمالك من 1911، هو ما بيعملش حاجه غير الكذب وتناول الكذب ما بين الاجيال. اللي هو يجي يقول لك ايه مثلا؟ ده الاعلام كله اهلاوي، ده الصحافه كلها اهلاويه، ده الاهلي بيحصل فيه ومحدش بيقدر يتكلم عنه والكلام ده كله. لو الاعلام اهلاوي انا هقول لك تعمل حاجه بسيطه. انت لما تروح البيت كده افتح التلفزيون وجيب كل القنوات اللي بتتكلم والبرامج الرياضيه اللي بتتكلم وشوف مين اللي بيقدمها. هتلاقي قناه 10 عليها برنامج لرضا عبد العال واسلام صادق. الاثنين لو طالوا يكسروا الاهلي هيكسروه بمعنى الكلمه. دول اللي هم الاعلام الاحمر. ايه القناه دي؟ ام سي، هتلاقي موجود عليها احمد حسن بيجيب صحفيين زملكاويه ولاعيبه زملكاويه قديمه. كل اللي هم بيعملوه بيقللوا من الاهلي. اون سبورت المفروض يبقى اسمها اون زمالك، دي اكبر قناه في مصر واللي عليها الدوري المصري وكل حاجه، من ابراهيم عبد الجواد لمحمد المحمود، وكلهم زملكاويه بالمعدين ويجيبوا صحفيين زملكاويه. قناه برنامج اون سبورت بيقدموا الناس مش زملكاويه بس، ده ناس من اكبر جمهور الزمالك، شادي عيسى وخالد الغندور واسلام صادق، وكلهم يعني بيبقوا منتشرين كلهم على القنوات بالليل، وخالد الغندور في المحور برضه. يعني كل القنوات ديت، وانا هتفوت على صدر بلد انا من كترهم انا يعني خايف اكون نسيت حد منهم. كل البرامج ديت زملكاويه ويجوا يستضيفوا بعض، ولا واحد اهلاوي يجي يتكلم عن الاهلي ويجي يقول لك ده الاعلام اهلاوي.